هل أنا مالك ولا وكيل؟ يعني إيه؟ يعني هل أنا أملك كل حاجة عندي ولا أنا بس وكيل عليها لفترة لغاية لما أرجعها لصاحبها؟ تعالى نعمل مقارنة بسيطة علشان نفهم الفرق ونعرف نجاوب على السؤال ده. المالك حاجته بتفضل معاه للأبد، محدش يقدر ياخدها منه غير لو هو بإرادته حب يديها لحد. بيتصرف في حاجته بحرية زي ما هو عايز ومفيش حد بيحاسبه. لكن الوكيل الحاجة اللي معاه بتفضل معاه لفترة محدودة لغاية لما صاحبها يطلب إنها ترجع له تاني. ملوش إنه يحتفظ بيها لو صاحبها عايزها ترجع له. ما عندوش حرية التصرف فيها لأنه عارف إنه في يوم من الأيام هيتحاسب عليها. لو فكرنا في كل حاجة عندنا وطبقنا عليها المقارنة دي، هنعرف بالتأكيد إن إحنا ما نملكش أي شيء. إحنا مجرد وكلاء. ربنا ائتمنا على شوية حاجات وقال لنا خدوا بالكم منها طول ما انتوا على الأرض. حاجات زي الفلوس والصحة، الممتلكات، وحاجات تانية كتير، وأهمهم ولادنا. للأسف المفهوم ده غايب عن معظم الناس. كتير مننا متخيل إن أي حاجة عنده تبقى ملكه، بيتصرف فيها زي ما هو عاوز، وبينسى إن ربنا قال لنا بوضوح إننا هنتحاسب على وكالتنا لما نقابله. لو أنا فاهم إني مجرد وكيل على حاجة مش بتاعتي، مش هيكون عندي ارتباط شديد بأي حاجة، وهحاول دايما إني أكون أمين عليها لغاية لما أرجعها لصاحبها، ومش هتقهر أو أفقد إيماني لما ربنا يرجع حاجته في الوقت اللي هو عاوزه. تخيل معايا واحد صاحبك مسافر وقالك معلش خلي ابني عندك لغاية لما أرجع، وانت في فترة سفر وعملت علاقة حلوة قوي مع ابنه وحبيته جدا. لما صاحبك رجع وبيقولك رجع لي ابني، انت تقول له لأ ده ابني وبتاعي أنا. ولما الأب ياخد الولد انت تحزن ويجيلك اكتئاب وتلوم الأب ازاي ياخد منك ابنه. ربنا هو مالك كل حاجة في حياتنا، حتى النفس اللي داخل وخارج. المطلوب منك انك تكون أمين في وكالتك عشان تسمع صوت المالك الحقيقي وهو بيقولك نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.